إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد خلق الله تبارك وتعالى الخلق بقدرته، وصرفهم في هذا الوجود والكون بعلمه وحكمته، وأسبغ عليهم الآلاء والنعم بفضله الواسع ورحمته. خلق الإنسان ضعيفا، ثم أمده بالصحة والعافية، فكان به رحيما لطيفا. يقول ربنا سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. نعم عباد الله، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الشباب التي يعيش العبد بها أجمل الأيام والذكريات مع الأصحاب والأحباب، ثم تمر به السنون والأعوام، وتتلاحق الأيام تلو الأيام، حتى يصير إلى المشيب والكبر، ويقف عند آخر هذه الحياة فينظر إليها فكأنه نسج من الخيال أو ضرب من الأحلام. يقف في آخر هذه الحياة وقد ضعف بدنه وانتابته الأسقام والآلام، ثم بعد ذلك يفجع بفراق الأحبة والصحب الكرام. عباد الله، حديثي إليكم اليوم سيكون عن المسنين كبار السن في مجتمعنا من الأهل والأقارب والجيران، وممن نخالطهم في المساجد والمجالس. إنه الكبير عباد الله الذي رق عظمه وكبر عمره وخارت قواه وشاب رأسه. إنه الكبير الذي نظر الله تعالى إلى ضعفه وقلة حيلته فرحمه وعفى عنه. قال ربنا سبحانه: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. مع كبير السن نقف اليوم، نقف مع حقوقه التي طالما ضيعت، ومشاعره وأحاسيسه التي طالما جرحت، ومع آلامه وهمومه وغمومه وأحزانه التي كثرت وعظمت، وخاصة في هذه الأزمان. أصبح الكبير اليوم عباد الله غريبا حتى بين أهله وأولاده، ثقيلا حتى على أقربائه وأحفاده. من هذا الذي يجالسه؟ ومن هذا الذي يواسيه؟ ومن هذا الذي يدخل السرور عليه ويباسطه؟ إذا تكلم الكبير قاطعه الصبيان، وإذا أبدى رأيه ومشورته سفهه الصغار والغلمان، فأصبحت حكمته وحنكته إلى ضيعة وخسران. أما إذا خرج من بيته فقد كان يخرج بالأمس القريب إلى الأصحاب والأحباب وإلى الإخوان والخلان، يزورهم ويزورونه، يقضي حوائجهم ويقضون حوائجه. أما اليوم فإن خرج فإنه يخرج إلى الأشجان والأحزان، يخرج اليوم إلى أحبابه وأصحابه من أقرانه وممن كان يجالسهم، يشيع موتاهم ويعود مرضاهم. فالله أعلم كيف يعود إلى بيته، يعود بالقلب المجروح المنكسر وبالعين الدامعة، لأنه ينتظر دوره. يرجع إلى بيته ويرى أن معظم أقرانه وجلسائه قد فارقوا الحياة،
فصار وحيدا غريبا ينتظر أمر الله عز وجل. فيا معشر الكبار، الله يرحم ضعفكم، الله يجبر كسركم، في الله عوض عن الفائتين، وفي الله أنس للمستوحشين. يا معشر الكبار، أنتم كبار في قلوبنا، وكبار في نفوسنا، وكبار في أعيننا، كبار بعظم حسناتكم وفضلكم بعد الله عز وجل علينا. أنتم الذين علمتم وربيتم وبنيتم وقدمتم وضحيتم. لئن نسي الكثير منا فضلكم فإن الله تعالى لا ينسى، ولئن جحد الكثير معروفكم فإن المعروف لا يبلى، ولئن طال العهد على ما قدمتموه من خيرات وتضحيات فإن الخير يدوم ويبقى، ثم إلى ربك المنتهى وعنده الجزاء الأوفى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. يا معاشر الكبار، أما الآلام والأسقام والأمراض التي تجدونها بسبب كبر السن فهي حسنات قد كتبت وأجور قد عظمت، وستجدونها بين يدي الله عز وجل. فالله أعلم كم كان لهذه الأسقام والآلام من حسنات ودرجات اليوم تزعجكم وتقلقكم وتقض مضاجعكم، ولكنها غدا بين يدي الله تعالى تفرحكم وتضحككم. فاصبروا على البلاء واحتسبوا عند الله عز وجل جزيل الأجر والثناء، فإن الله تعالى لا يمنع عبده المؤمن حسن العطاء. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. عباد الله، لقد جاءت الشريعة الغراء بالدعوة إلى احترام كبار السن من المسلمين، ومعرفة حق ذي الشيبة المسلم، ولزوم الأدب معهم مراعاة لكبرهم وضعف قواهم ووهن أبدانهم، وتقديرا لمشاعرهم وأحاسيسهم. كبار السن عباد الله هم أناس قد جربوا في هذه الحياة، فعرفوا الأيام وقارعوا الخطوب وعاشوا تقلبات الأحوال، فأصابوا الحكمة ونفعتهم الخبرة. ملكوا العقل الراجح والفكر الرزين، يقدرون الواقع وينظرون بواقعية نحو المستقبل. كبارنا عباد الله هم أشجار الوقار ومنابع الأخيار، لا يطيش لهم سهم ولا يسقط لهم وهم. إذا رأوك في قبيح صدوك، وإذا أبصروك على جميل أيدوك ودعوا لك بالخير وأمدوك. وقديما قيل: عليكم بآراء الشيوخ، فإنهم إن فقدوا ذكاء الطبع فقد مرت على عيونهم وجوه العبر، ووردت على أسماعهم آثار الخير. جاء في منثور الحكم: من طال عمره نقصت قوة بدنه وزادت قوة عقله. أيها الإخوة في الله، كبارنا هم خيارنا، جاء فضلهم في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ألم تقرأوا عباد الله في سورة مريم قوله عز وجل عن زكريا عليه السلام: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فهو زكريا عليه السلام يتوسل إلى الله تعالى بضعف قوته وعجزه، فكان الجواب: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. واقرأوا إن شئتم في سورة القصص في قصة موسى مع المرأتين، يقول الله عز وجل على لسانهما: وأبونا شيخ كبير. فما كان من موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام إلا أن خدمهما مراعاة لحالهما وحال والدهما فسقى لهما. عباد الله، لقد جاء الوعيد الشديد لمن أهمل حق الكبير، وأنه على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. روى أبو داود عن أبي موسى الأشعري
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، أي من تعظيم الله، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فانظروا يا رعاكم الله، من لم يعظم صاحب الشيبة المؤمن لم يعظم ربه سبحانه وتعالى. واستمعوا معاشر المؤمنين إلى هذا الأثر العظيم، وليحذر كل من ابتلي بإهانة كبير وليسارع إلى التوبة من ذلك قبل فوات الأوان. روى يحيى بن سعيد المدني قال: بلغنا أن من أهان ذا الشيبة لم يمت حتى يبعث الله تعالى عليه من يهين شيبته، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. ثم أبشر أيها الأب الكبير ويا أيتها الأم العجوز، أبشرا بهذا الفضل الكبير والخير العظيم. روى الإمام النسائي رحمه الله عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في سبيل الله، وفي رواية في الإسلام، كانت له نورا يوم القيامة. وفي رواية: من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة. الشيب في الإسلام عباد الله مفخرة ومنقبة لصاحبه، لذلك جاء النهي عن نتفه أي عن نزعه، ويجوز صبغه وتغيير لونه. ففي الحديث الذي رواه ابن حبان رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة، ومن شاب شيبة في الإسلام كتبت له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة. ومن البشائر النبوية لكبارنا عباد الله ما روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. الله أكبر! خير الناس وأفضلهم عند الله هو كبير السن الذي طال عمره وحسن عمله. ومن البشائر النبوية كذلك ما روى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام، أي يطول عمره، من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. فيا أيها الكبار الأفاضل، أكثروا من التسبيح والتهليل والتكبير لتكونوا أفضل الخلق عند الله عز وجل. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أنه مما لا شك فيه أن كبارنا يعيشون مرحلة إقبال على الآخرة وإحساس بدنو الأجل أكثر من غيرهم، وإن كان الموت لا يفرق بين صغير وكبير. لذلك فالطاعة فيهم تزيد، والخير فيهم يكثر، والوقار عليهم يظهر. فقد روى ابن أبي الدنيا قال: دخل سليمان بن عبد الملك المسجد فرأى شيخا كبيرا فدعاه فقال: يا شيخ، أتحب الموت؟ قال الشيخ: لا. ثم قال ذلك الشيخ: ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره، فإذا قمت قلت بسم الله، وإذا قعدت قلت الحمد لله، فأحب أن يبقى لي هذا. ويقول عبد الله بن شميط: سمعت أبي يقول: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه. ألا ترون أن الشيخ يكون ضعيفا ويصوم الهواجر، والشاب يعجز عن ذلك؟ أيها المؤمنون، من البشارات في حق كبار السن أن جبرائيل عليه السلام أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم باحترام وتقدير الكبير. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن أي يستعمل السواك، فأعطى أكبر القوم وقال: أعطى السواك لأكبر القوم وقال: إن جبرائيل عليه السلام أمرني أن أكبر، أي أن أعطي الكبير. ومن البشارات ما أخرجه الشيخان
عن سهل بن أبي حتمة في قصة وقعت في خيبر، ومفادها أن عبد الرحمن بن سهيل أو ابن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود، أي كانوا ثلاثة، انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم وهو أصغر القوم وأحدثهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب الصغير: كبر كبر، أي اسكت واترك الكبار يتكلمون. فسكت هذا الصغير وتكلم الكبيران. تأملوا عباد الله بين هذا الفعل وصنيع بعض أبناء هذا الزمان الذي صار إذا تكلم الكبير عندهم في المجلس يقاطع ويرمى بالخرف والهذيان وعدم الفهم، والله المستعان. ومن البشارات والآداب النبوية المتعلقة بكبارنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشد في أدب السلام بقوله فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: يسلم الصغير على الكبير. قال ابن بطال عن المهلب: يسلم الصغير على الكبير من أجل حق الكبير، لأنه أمر بتوقيره والتواضع له. عباد الله، ومن حق الكبار أن تراعى حالة ضعفهم في أعظم شعائر الإسلام، ألا وهي الصلاة، وذلك بالتخفيف عنهم رحمة بهم ومراعاة لضعفهم. فقد أخرج الشيخان عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أم بالناس فليتجوز، أي فليخفف، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. ألا فلنعرف عباد الله لكبرائنا حقهم وفضلهم، فإنما هم اليوم ونحن غدا إن أطال الله في العمر. اللهم احفظ علينا كبارنا وارزقهم حسن الخاتمة وارزقنا حسن الأدب معهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر والتمكين من الله عز وجل إنما يكون بالضعفاء، وعلى رأسهم كبراؤنا من الشيوخ والعجائز. قلت: لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر والتمكين إنما يكون بالضعفاء، وعلى رأسهم آباؤنا وشيوخنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ومن البشائر لمن أعطى الكبير حقه على وفق ما أمره الله عز وجل أن الرزق يكون بسبب هؤلاء الضعفاء من الكبار. فقد روى أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فيا أيها الابن الموفق، إن الله عز وجل ينصرك ويرزقك بهذا الكبير المبارك الذي هو في بيتك، فاحرص على إرضائه تسعد في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الناظر في واقع مجتمعنا في هذا الباب لا يرى العجب العجاب، فالكبير إذا كان غنيا أو له معاش أو دخل شهري كان الاهتمام به، أما إن كان معدما فقيرا ضعيفا أو به أسقام، فضلا عن أن يكون طريح الفراش أو مقعدا، فإنه يهمل وينبذ، والله المستعان. أيها الإخوة الكرام،
يتأكد الاحترام والتقدير إذا كان كبير السن أبا أو جدا أو عما أو خالا أو قريبا أو جارا لحق القرابة والصلة والجوار. لقد أمرنا ربنا سبحانه بالإحسان إلى الوالدين وخاصة عند الكبر. ألم يقل ربنا سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبعد كل هذا عباد الله، ما هو واقع أمتنا مع كبار السن؟ ولمن هذه الدور؟ أعني دور العجزة والمسنين. وكيف يكون مصير وجواب الذين رموا بآبائهم إلى هذه المراكز؟ والأشبه من ذلك والعياذ بالله من يتمنى الموت لوالديه أو أن يقسم التركة في حياتهم والعياذ بالله. ويا ترى من أبناء هؤلاء الشيوخ والعجائز المتسولين في الطرقات؟ وإلى متى وكبار السن من أبنائهم يشتكون؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وخير ما نختم به خطبتنا وقد أطلت على كبارنا لأهمية الموضوع أن الناس جميعا يوم القيامة إذا دخلوا الجنة نسأل الله تعالى أن يجعلنا ويجعل آباءنا وأمهاتنا من أهلها أن أعمارهم تكون في عمر القوة والشباب. روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني 30 أو 33. اللهم احفظ لنا كبارنا ومتعهم بالصحة والعافية وارزقهم صلاح الذرية وحسن العاقبة واختم لنا ولهم بالخاتمة الحسنة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.